مساء الخير اعزائنا المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا اراء شخصيه. النهارده حلقتنا مختلفه تماما لان لاول مره هيكون معانا مداخله لواحد من المواطنين هيطرح لينا مشكلته وهنسمع ايه هي وجهه نظره ورايه الشخصي في اللي بيحصل في بلده. قبل ما نتكلم عن المداخله وقبل ما نقول ايه هي المداخله او قبل ما نسمع المداخله، عايزين نتكلم النهارده عن حاجه حصلت، هي ظاهرة طبيعية جدا لكن لها توابع كانت المفروض ما تحصلش، ألا وهي يومين الشتاء اللي فاتوا. احنا كلنا شفنا الشتاء نزلت ازاي في مصر كلها. الاسكندرية غرقت، دمنهور، سوق، طنطا، بلاد كتير جدا موجودة جوه أرض مصر غرقت. طبعا دي حاجة طبيعية جدا، يعني عادي جدا، أي بلد في العالم بيحصل فيها سيول، بيحصل فيها فيضانات، بيحصل فيها أمطار غزيرة بتخلي إن البلد ممكن تغرق، ده عادي جدا. بعض الناس دخلت على الفيسبوك، طبعا دول الناس اللي بقول عليهم أنا آسف اللفظ المطبلطية، دخلت قعدت تشير صور لقطر وللكويت والأمريكا والإيطاليا، وهعرض لكم الصور. دي صورة إيطاليا، دي صورة الكويت، قطر، دي الصور اللي هم عارضينها وعارضين فيها ان البلاد فعلا ديت غرقت. لكن انا عايز اقول ان البلاد ديت لما بتغرق فهي حالة عرضية، ما بتحصلش اكتر من مرة او مرتين في السنة ان حصلت، تمام، لانها البلاد ديت عندها شبكة مجاري تقدر انها تستقبل الامطار ديت بسرعه. لكن هو اصلا دي مش امطار، ديت فيضانات، اللي بتنزل هناك دي فيضانات وسيول جامده جدا. تمام. طب احنا هنا في بلدنا ليه ده حصل من مجرد امطار واحنا لسه في بدايه الشتاء؟ عشان خاطر شبكه المجاري عندنا زفت، زباله. وده حصل ليه؟ بسبب تسيب المسؤولين، بسبب اهمال المسؤولين، بسبب تقصير المسؤولين، بسبب ان المسؤولين بتوعنا للاسف فيهم كتير جدا ظهر لنا ان هو مرتشي وان هو مش بيراعي ربنا في لقمة عيشه ومش بيراعي ربنا في الشغل بتاعه. في استاذ ابراهيم اللي هو هيعمل معانا المداخله من قريه الرجديه، محافظه الغربيه، مدينه طنطا، كلمني وقال لي ان البلد عندهم مش بس غرقت من الامطار، البلد غرقت من المجاري. هنسمع المكالمه معاه وهنشوف هو هيقول لنا ايه وايه اللي حصل عندهم. الو، مساء الخير يا استاذ ابراهيم. ايه اللي حصل يا استاذ ابراهيم عندك في قريه الرجديه؟ يعني من يوم المجاري ما طفحت ومن يوم ما الامطار نزلت يا استاذ ابراهيم لحد دلوقتي لسه. من يوم الاربعاء بالليل واحنا غرقانين في الميه. وكلمتوا مجلس المدينه يا استاذ ابراهيم؟ والبيوت غرقانه والدنيا مبهدله. طب كلمتوا مجلس المدينه يا استاذ ابراهيم؟ كلمنا مجلس المدينه ورحنا للصرف الصحي وكله محدش شاف فينا، بقالنا اسبوع غرقانين في الميه. طيب ردوا عليكم قال لكم ايه يا استاذ ابراهيم؟ محدش رد علينا ولا حد قال لنا تعالوا نشوفوا الميه اللي عندنا في المجلس. يعني هم قالوا لكم تعالوا شوفوا الميه اللي عندنا شكلها ايه؟ هم عندهم ميه في المجلس في الحوش كده، شغلوا الكساحات بتاعت المجلس، نشروا الميه بتاعتهم جابت عندنا في الحي، لان الحي عندنا اوطى حي في البلد. عندنا الحي بقى كله ستة دلوقتي غير زي ما بعت لحضرتك صور كده. تمام. حتى البيوت بقول لك بالاسماء كمان. طيب الوضع عندكم ايه دلوقتي يا استاذ ابراهيم؟ يعني الوضع دلوقتي عامل ايه؟ الوضع دلوقتي ممكن اصوره لك بتاع الطبيعه، الوضع بايظ، حي الحال غرقان. حضرتك ممكن توضح العنوان تاني بالتفصيل يا استاذ ابراهيم؟ نعم؟ حضرتك ممكن توضح العنوان تاني بالتفصيل؟
حلوان، محافظة الغربية، مركز طنطا، حارة الشهداء. تمام يا استاذ ابراهيم، شكرا لحضرتك، وان شاء الله رسالتك هتوصل لكل المسؤولين، وان شاء الله المشكله دي هتتحل في اقرب وقت ممكن. شكرا لمداخله حضرتك معانا على الهواء. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. زي ما انتم سمعتوا معانا، شارع باكمله على اسم الشهداء اللي راحوا في ثوره يناير واللي راحوا في الاحداث اللي حصلت بعدها غرقانه بالكامل. راحوا استغاثوا، راحوا اتكلموا، قالوا لهم تعالوا شوفوا الحل اللي احنا فيه. هم ذات نفسهم كمان غرقانين. الناس بيقولوا ان لو كان على الامطار كان الموضوع سهل، لكن المشكله معاهم في المجاري. المجاري اللي المفترض ان ليها هيئه مختصه بيها. المشكله لما تيجي تتكلم مع مجلس المدينه يقول لك احنا اختصاصنا بالمجاري، لكن الاسكان هو المختص بالصرف. احنا مالنا بكل الكلام دوت، احنا مالناش بكل دوت. المواطنين بتموت، الناس تعبانه. ارجوكم بصوا للراجل الغلبان، الناس المسكينه اللي عايشين بيوتها اتردمت في الشوارع، وبعدين المجاري دخلت لهم. طيب لو احنا لسه في اول الشتاء والمجاري اتسدد ولحد دلوقتي بقى لهم كام يوم ولحد دلوقتي لسه المشكله ما اتحلتش وبيناشدوا الناس ومفيش اي حاجه اتحلت، يبقى الوضع ايه؟ انا بسال. ارجو ان الرساله تكون وصلت للمسؤولين، ارجو ان اي حد يتفرج علينا يوصل الفيديو دوت عشان رساله الناس الغلابه دي توصل. ارجو ان اي حد يشارك، ولو حد هيعرف حد بالاسلوب دوت وبيته متبهدل عنده اضرار اكتر من كده، يا ريت يشاركنا على البرنامج عشان نقدر نوصل اراء الناس كلها للبرنامج. وشكرا لكم لاستماعكم، وانتظرونا في حلقه جديده من برنامج اراء شخصيه، وشكرا.